جبتلك النهارده الاكله الجديده اللي انت كل يوم عماله تسالي عنها في التليفون. ما عندكيش اكله جديده؟ بتكلمي اي حد في التليفون هتطبخي ايه النهارده؟ مفيش اكله جديده؟ عايزه اغير في الاكل بتاعي. جبتلك النهارده وجبه سهله جدا وبسيطه ومش هتاخد معاكي غير نص ساعه في المطبخ بس، وهتطلعي احسن وجبه من ايديك الحلوين. كمان تنفع معاكي في العزومات جدا. بناكل الوجبه ديت في الافراح، في الفنادق بناكلها، وبنبقى كده بنقول الرز ده طعمه حلو جدا، نفسي اعمله في البيت. اللحمة دي حلوة جدا، نفسي اعملها في البيت. هعمل لك النهاردة الوصفة ديت سهلة جدا وبسيطة. هنعمل النهاردة كباب حلة، وكمان رز البسمتي بتاع المكسرات المكرمل اللي طعمه تحفة، اللي بيجيب لاخر الشارع بالقرفة ده. هنعمله في البيت. كمان تنفع معاكي في اي وقت، زي ما قلت لك لو بتطلعي وجبات خير تنفع معاكي جدا. عندك اي مناسبة تنفع معاكي قوي. صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، ونبدأ مع بعض الفيديو. سهل جدا وبسيط. حلة على النار سخنتها، حطيت فيها معلقتين زيت وكمان قطعة من الزبدة كبيرة. تمام كده. ما عندكيش زبدة ما تقفيش على حاجة، تقدري تستخدمي سمنة او تستخدمي الزيت بس. حطيت هنا فصين مستكة، يا ريت المستكة تكون يوناني، بتبقى مع اللحمة رهيبة. مفيش يوناني استخدمي المستكة العادية خالص. تمام كده. وهي مش فرق كتير يعني، فرق في السعر بسيط بس بتدي طعم احلى. اللحمة اللي عندك بقى هحطها كده في الحلة زي ما انت شايفة كده، نديها صدمة. الصدمة ديت بتدينا في الاخر لون حلو، وكمان ما بتخليش اللحمة بتاعتنا زفرة، بتبقى بجد طعمها خطير جدا. تمام كده. احنا هنعمل النهاردة كباب حلة، ودي طريقة من طرق الكباب الحلة. طريق الكباب الحلة انا بعمله بكذا طريقة، بس انا بحب الطريقة ديت، بتبقى سهلة جدا وبسيطة، وكمان طعمها حلو جدا. البهارات كمان اللي هنستخدمها في الكباب الحلة مش هتبقى بهارات كتير. هي ملح، طبعا الملح مش هنحطه دلوقتي، بس انا حطيت فلفل اسود، قرفة، ورق لوري، وبس كده. تمام. وهغطيها بقى على النار. انا ما قلبتهاش الا لما اديت لون في الاول من تحت، وبعد كده بدأت اقلبها. وهغطيها، وكل 10 دقايق هقلبها. خدت معايا حوالي تلت ساعة لغاية لما نزلت المية بتاعتي دي. تمام. محطيناش ميه خالص، ولا ميه سخنه ولا ميه بارده ولا شوربه ولا الكلام ده كله. البصل بتاعي، اللحمه اللي احنا هنستخدمها، لو استخدمتي كيلو لحمه هتحطي نص كيلو بصل. استخدمتي ربع كيلو لحمه هتستخدمي نص كيلو. يعني الكميه اللحمه تبقى النص بتاعها بصل. تمام. الخطوه اللي انا هعملها ديت بتدي لطعم اللحمه حلو حلو جدا. حطيت فلفل اسود وملح، ودعكتهم بالبصل كويس جدا. البصل تنزل ميتها كده، بتدي ريحة وطعم ما اقولكيش. بعتذر بس على البرد اللي عندي، عشان عندي دور برد. تمام. وهقلب بقى البصل زي ما انت شايفة كده باللحمة، وهسيبه على نار هادية جدا. يعني ياخد ساعة، ياخد ساعة ونص براحته خالص. لما تحسي ان البصل داب كده واللحمة اتكرملت كده واديت طعم حلو جدا. وبعد كده حطينا الملح، وممكن ندوق بقى لو عايزة ملح كمان نحط لها. تمام كده. هوطي عليها النار واغطيها واسيبها بقى تستوي براحتها من غير مية، خدي بالك. بعد كده بقى هجيب حلة على النار. تمام. وهنعمل الرز بتاعنا، الرز البسمتي اللي بناكله في الافراح، بناكله في العزومات، والطباخين بتوع الافراح بيعملوها كده، والشيفات بتاعه الفنادق اللي بنروحها. وبناكل الرز ده، ونبقى نفسنا نعمله في البيت. سهل جدا وبسيط. هما معلقتين سكر حطيتهم على النار اتكرملوا، وبعد كده هنزل عليهم بالزبدة. لازم السكر بتاعنا يكون متكرمل، لونه براوني كده، لونه بني فاتح، ما يكونش غامق. تمام. وحطيت الزبدة، معلقة زيت. وزي ما قلتلك ما عندكيش زبدة تقدري تستخدمي زيت، المادة الدهنية اللي انت عايزاها مفيش مشكلة. بصلاية قطعتها مكعبات صغيرة جدا، ونزلت عليهم على طول على السكر والزبدة. تمام. القرفة برضو بتاعتي، البهارات بتاعتي مش كتير، حطيت قرفة خشب، قرفة بودر، والمسمار او القرنفل، وكمان ورقتين من اللوري. تمام. وهقلبهم كده. ما حطيناش في الرز ده ولا لومي بقى، ولا كاري وكركم، والبهارات دي البهارات دي كلها بتاعت الرز اللي هو الاصفر او الرز البسمتي العادي. لكن الرز اللي بالقرفة ده، هو احنا بنستخدم القرفة، هي العامل الاساسي بتاعت البهارات بتاعتنا. وزي ما احنا عارفين الرز البسمتي اللي احنا بنستخدمه بيبقى كوباية رز عليهم كوبايتين مية.
تمام كده. وانا استخدمت الرز البسمتي الهندي، وده من افضل انواع الرز اللي هتطلع لك كمية حلوة، بيزيد كويس جدا، وكمان بيبقى طعمه حلو وما بيتكسرش. بعد كده حطيت مكعب من المرق، وده اختياري، وممكن تحطي كمان شوربة. لو انت مش عايزة تستخدمي المية ممكن تستخدمي شوربة. حطيت على البصل نزلت بمية سخنة. تمام. ومكعب المرق والملح بتاعي، ظبطت كده المرقة بتاعت الرز بتاعتي. وبعد كده هنزل بالرز. تمام. انا هنا استخدمت نص كيلو رز، وزي ما انت شفتي كده نص كيلو رز مثلا هتحطي لهم كيلو ميه. يعني كوبايه الرز بتاخد كوبايتين ميه من الاخر. ممكن تحطي كوبايه وربع زياده، مفيش اي مشكله. انا عايزه اقولك ان انا اصلا لما بعمل الرز البسمتي ما بعايرش الميه، بس انا قلت اعايره بحيث لو انت هتعملي كميه كبيره او هتعملي كميه صغيره وحابه يطلع معاكي مظبوط جدا، فهي دي المقادير المظبوطه. هغطيه كده. الوجبه بتاعتنا خلصت. زي ما انت شفتي كده هيغلي على النار. اول ما يغلي مش هيشرب ميته قوي زي الرز المصري، لا هيبقى لسه فيه ميه شويه كده، ونوطي عليه النار نص ساعه بالظبط وتاكلي احلى رز. اللحمة بتاعتنا زي ما انت شايفة كده نزلت الجوسي بتاعها، لسه هتشربه كده. هنسيبها كمان شوية لغاية لما شايفة الصوص ده كله تحسي ان هو ايه، نشف شوية كمان. الرز البسمتي هنا بتاعي زي ما قلتلك بعد ما وطيت عليه استوى. واخر خطوة اخر 10 دقايق كده بفتح من النص كده وانزل بالزبيب بتاعي. تمام. وعليهم معلقة زبدة عشان يخلي الزبيب كده يلمع ويبقى شكله حلو. لو هتعملي بقى مكسرات هتحطي مكسرات براحتك خالص. ممكن تشوحي المكسرات والزبيب في طاسة لوحدهم بمعلقة الزبدة. بس انا قلت هنخلي الوجبة بتاعتنا ما تبقاش مكلفة قوي يعني، فمش هنحط مكسرات، هنحط الزبيب بس. تمام. لو الزبيب بتاعك مسكر قوي ممكن تنقعيه في شوية مية. تمام كده. لان الزبيب الايراني بيبقى مسكر زياده، لو انت ما بتحبيش الرز يبقى مسكر قوي يعني. انا بس حابه اقولك التفاصيل كلها عشان ان شاء الله الوجبه ديت عايزه اقولك ممكن تعتمديها زي ما قلتلك في حاجات كتير جدا. زي عزومه زي ما قلتلك، في رمضان، في وجبات الخير. بجد وجبه سهله جدا وبسيطه ومتاخدش وقت خالص. وزي ما انت شايفه كده خلصنا. اللحمه بتاعتنا استوت وبقت الجوسي بتاعها شويه صغيرين كده. بجد سهله جدا وبسيطه. تقدميها بقى في سيرفيس كبير كده لو عامله عزومه. اما لو انت بتحبي تقدميها كده كفرد واحد زي ما قلتلك ممكن نطلعها لاي وجبة، نطلعها كده لولادنا بشكل الطبق شكله حلو جدا وبجد تحفة. ممكن تحمر بقى شوية بطاطس جنبهم شوية سلطة وهتاكلي احلى وجبة بجد. سهلة جدا وبسيطة، ما خدتش وقت معانا زي ما قلتلك في المطبخ. واتمنى الفيديو يعجبك، واتمنى تقولي رأيك في التعليقات. ولو اول مرة تشوفيني انا رشا ما تنسينيش في اللايك والشير، ولو مشتركة في القناة تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. واستنيني ان شاء الله هنعمل مع بعض وجبات سهلة جدا وبسيطة وسريعة جدا. شكرا.